فيلم البحر البعيد لقى جدل واسع منذ عرضه في مهرجان مراكش الدولي بسبب القضايا الحساسه اللي كطرحها، خصوصا حول الهجره غير النظاميه المثليه الجنسيه. وسط تساؤلات وانتقادات، بطل الفيلم ايوب قريطي خرج للدفاع عن العمل، موضحا ان الفيلم ما كانش الهدف ديالو نشر افكار شاذه، ولكن عكس ذلك كيوضح ايوب انه عمل كيعبر على التقاء الثقافات ومشاكل الشباب المغربي اللي كيحاول يحقق الاحلام ديالو في الغربه. في هذا الفيديو غادي نغوصوا مع بعض في قصه ديال الفيلم، الرساله ديالو والجدل اللي خلقه. تابعونا تفاصيل اكثر بعد اشاره البدايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناتكم تحديثات اخبار المغرب السريعه. خبر اليوم غادي نتحدثوا على فيلم البحر البعيد اللي خلق بزاف ديال الجدل. كيدافع عليه الممثل ايوب قريطي البطل ديالو اللي كاين في القائمه الرسميه ديال الافلام المشاركه في المسابقه الرسميه للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الدوره 21. هذا الفيلم كيعالج موضوع الهجره غير النظاميه، ولكن بزاف كيتهموه بانه كيروج لافكار الشذوذ الجنسي تحت غطاء الحريات الفرديه والعولمه. هذا الشيء اللي خلق نقاش كبير في الساحه الفنيه وبين الجمهور المغربي. قصه الفيلم، القصه ديال الفيلم كتناول معاناه الشباب المغربي اللي كيحلموا باش يهاجروا لاوروبا باش يحققوا ذاتهم ويتغلبوا على الفقر والحاجه والبطاله اللي كيعانيو منها في بلدانهم الاصليه. الاحداث كتجمع هاد الشخصيات في مدينه مارسيليا الفرنسيه، وكل واحد فيهم كيعاني بطريقته، لكن الامل ديالهم هو انهم يلقاو الاستقرار والعيش الكريم. الشخصيه ديال ايوب قريطي نور. ايوب قريطي كيأدي دور شخصيه اسمها نور، شاب مغاربي اللي كيواجه تحديات كبيره، منها محاوله شرطي فرنسي الاسم ديالو في الفيلم سيرج باش يجروا العلاقه شاده مقابل تسهيل الحياه القانونيه ديالو في فرنسا. ولكن نور كيرفض هذا الشيء وكيبقى كيحاول يتفادى هذه المواقف اللي كتعقد حياته بشكل كبير. في الفيلم كيبان نور عنده علاقات متعدده مع بنات، ولكن كتورط في مواقف معقده بسبب الشرطي الفرنسي. الفضاءات والاحداث، الفيلم كيعطي اهميه كبيره للفضاءات الليليه بحال الحانات والملاهي باش يرصد طبيعه العلاقات الجنسيه الشاذه، والشيء اللي خلى الفيلم يتعرض لانتقادات كبيره من بعض الناس اللي كيشوفوه فيه ترويج الافكار غريبه وغربيه على المجتمع المغربي. في الفيلم كاين بزاف ديال اللقطات الجريئه سواء بين النور والبنات وبين الشرطي الفرنسي وناس عندهم ميولات شاذه. نهايه الفيلم، القصه ديال الفيلم كتولي اكثر دراميه في النهايه، بحيث كيتزوج نور بزوجة الشرطي الفرنسي، واللي في الفيلم كيقول انها قصه حب صادقه ماشي مجرد وسيله لتصحيح وضعيته القانونيه. ردود ايوب قريطي على الانتقادات، ايوب قريطي دافع بقوه على الفيلم وقال في تصريح لجريده مدار 21 ان العمل ما كيشجعش على المثليه الجنسيه، بالعكس هو فيلم فرنسي مغربي كيعكس التقاء الثقافات. قريطي اكد ان الفيلم كيهضر على الهجره غير النظاميه والصعوبات اللي كيواجهوها الشباب في بلدان المهجر، ونصح الجمهور بمشاهده الفيلم قبل اصدار اي احكام عليه. عرض عالمي ومشاركات دوليه، هذا الفيلم تم عرضه في بزاف ديال البلدان بحال مهرجان كان في فرنسا، المانيا، اسبانيا، ودابا كيتعرض في المسابقه الرسميه للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. قريطي كيشوف ان الفيلم عنده رساله قويه وانه كيستحق المشاهده، وقال حل الوقت باش نتجاوزوا الحدود والقيود اللي كنفرضوها على السينما المغربيه ونعطيو الفرصه لاي نوع من الافلام. قضايا واقعيه، الفيلم مأخوذ من قصه حقيقيه كترجع لفترات التسعينيات وبدايات الألفين، وكتحكي على شاب من مدينه وجده اللي كيهاجر مارسيليا وكيلتقي باصدقاء جزائريين اللي كيحاولوا يتاقلموا مع الحياه في بلاد الغرب تاركين حياتهم السابقه وراءهم. رساله الفيلم كيعكس واقع الكثير من المغاربه، حيث في كل عائله كاين شي حد مهاجر كيحاول يبدل حياته ويحسن وضعيته. القصه ما كتعطيش صوره سلبيه على المغرب، بالعكس كتعكس واقع الناس اللي كيهاجروا باش يحققوا احلامهم. كخلاصه، الفيلم بحر البعيد شارك في فعاليات مهرجان مراكش وتعرض في قاعات فاخمه بحضور جمهور كبير. الفيلم كينافس على جوائز المهرجان الى جانب 14 فيلم من مختلف دول العالم، واللي كيعكس الرؤيه الابداعيه ديال المخرج سعيد حميد وفريق العمل الكامل ديالو. نتوما السيدات والساده، من خلال هذا التقرير واش الفيلم كيستحق المشاهده؟ الحاجه المؤكده هو انه فيلم كيخلينا نفكروا في مواضيع عميقه بحال الهجره والهويه والتحديات اللي كيواجهها الشباب المغربي والمغاربي في بلاد الغرب. ولكن كمغاربه مسلمين، واش غادي نقدروا نتجاوزوا هذا الامر ونخليو اعمال فنيه تدوز السينمات ديالنا المغربيه فيها افكار كتعالج مواضيع المثليه والشذوذ؟ اراءكم تهمنا، ونرجو تخليوها في التعليقات. وانا غادي نكون وصلنا لهذا الفيديو اليوم. شاركونا آراءكم في التعليقات.
أعزائي المشاهدين، كنتم مع قناتكم تحديثات أخبار المغرب السريعة اللي كتجيب لكم جديد الأخبار المحلية والعالمية. المنظور دعمونا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس وأيضا مشاركة الفيديو باش يوصل أكبر عدد ديال الناس. ولا خبر آخر، نلقاكم على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مع السلامة.